مرحبا شباب. اليوم نحكي على عامل مهم وموضوع مهم يساهم بنشاط طيورنا وكوقاية لها من الأمراض المستقبلية. الموضوع هو أو العامل المهم أن نطيرهن دائما بغرفة مغلقة. يعني شلون؟ يعني بالنسبة للوقت كل أسبوع مرة كل الزين. والطريقة أن تفتح له باب القفص بدون ما أنت تكمشل الطير. يعني تفتح باب القفص، تثبت قفصه مكان عالي وتفتح باب القفص وتتركه هو من وحده يطلع الطير يفتر يلعب بالغراض، راح يوقف في مكانات، ومن ثم هو من راح يتعب تلقائيا ومن راح يجوع راح يرجع القفصة. ارجع انت سده. هاي الطريقة تسويها كل اسبوع مرة كلش كافية، وتسويها البلابل الأليفة، البلابل الوحشية، الطوار، الكناري، الحسون، اي طائر عندك. هاي الطريقة نسويها مهمة. وفائدتها شنية؟ فائدتها تنشيط الدورة الدموية للجسم الطائر بشكل كامل وعام لجسمه كله، تقوية عضلات الجناح، يعني إذابة الشحوم اللي موجودة تصير دائما تتراكم بجسم الطير إذا ظل واقف ومكانه صغير. إذابة الشحوم طبعا إيش راح تفيدك؟ راح تفيدك بالتغريد، راح يزيد تغريده هواي. تنشيط الدورة الدموية راح تساعد على القضاء على الفيروسات أو البكتيريا أو الفطريات اللي تصير بجسمه. يعني بشكل عام، يعني أنت من راح تشوفه من راح تطيره راح تلاحظ ثاني يوم نشاط كلش قوي بجسم الطائر. إن شاء الله وصلت المعلومة لكم. تحياتي لكم.